لسه شايف اول حلقه من مسلسل روح جدو بطولة رنا رئيس. بصراحه عايز اوجه رساله واحده للمسلسل ده. هو ايه العبط ده يا روح جدو بقى؟ المسلسل فيه حاجه عجبتني للاسف، ان القصه اساسها حلو. القصه يطلع منها كذا حاجه وكذا موقف وتضحك على فكره. بس القصه الحلوه دي متنفذه بشكل من اسوأ ما يكون، من اسوأ الحاجات اللي شفتها اخر فتره كمان. المفروض هو معتمد على الرعب الكوميدي بقى وكده. المؤلف عامل مواقف رعب كوميدي مبتذله وشفناها قبل كده كتير، عشان كده ما بقتش بتضحك. وكمان كوميديا المسلسل ده معتمد على ردود فعل البطل بتاعنا في المواقف المرعبه اللي هيتحط فيها، وهل هيعرف يضحكك فيها ولا لا. وهنا البطل بتاعنا هو رنا رئيس. انا بحب رنا رئيس والله، بس هي في المسلسل ده مش عارف مالها سيئه جدا. ردود فعلها كلها كلها مبتذله ومش بتضحك. هي بتجتهد والله، تحاول تعمل الشخصيه غلبانه ومش عارف ايه، بس بصراحه طلع بشكل وحش قوي. وكمان اول حلقه طلع فيها حجاج عبد العظيم. ايه يا عم حجاج، يا عم حجاج عيب على سنك يا عم حجاج، ايه الدور ده يا عم؟ وطلع برضه انتصار. ما دام انتصار، ليه ما انت كنت ماشيه كويس وعماله تعملي اعمال حلوه حلوه حلوه، ليه تنزلي تحت كده؟ ليه يا مدام انتصار؟ في ايه؟ حتى الاخراج برضه، الاخراج ما عجبنيش خالص، الاخراج مش حلو. والحبكه بقى اللي هي نقطه انطلاق الاحداث، قمه في السذاجه، قمه في السذاجه حرفيا. انا كان ممكن اعدي كل السلبيات اللي فاتت دي، بس شفت السلبيه دي اقسم بالله حلفت ان انا ما اعديها. الموسيقى التصويريه المستخدمه شبه الموسيقى التصويريه بتاعت الافلام الكوميدي في اوائل الالفينات، في 2005 و2006 وكده. الله يرحمه. ايه يا ماما، هو انت بتحصريها على حالها؟ لا. ايه. يا نهار اسود، احنا لسه هناك، احنا لسه ما رجعناش، ده احنا في 2025. يا نهار اسود يا مراري. بصراحه انا ما اتبسطتش نهائي بتجربه روح جدو دي. هشوف الحلقه التانية، لو حلوه قشطه هنكمل، لو وحشه زي الاولى مش هكمل المسلسل ده خالص بصراحه. لو شفت مسلسل روح جدو ما تنساش تكتب لي رايك تحت في الكومنتات، وتعمل لايك فولو سبسكرايب على حسب انت بتتفرج عليا فين. بس كده.